احنا هنعامل الرينو 8 برو في الفيديو ده على اساس انه موبايل رائد او فلاج شيب، وده لان سعره فعلا هو سعر موبايل رائد. سعر الرينو 8 برو في السعوديه والامارات حوالي $780، يعني اكتر من 15,000 جنيه. الموبايل لسه منزلش مصر، ولو نزل طبعا سعره هيزيد عن كده حبه حلوين. انا جربت الموبايل لمده اسبوع تقريبا، وهقسم لك المراجعه كالتالي. في البدايه هقول لك على اقوى 8 مزايا عجبوني في الموبايل، وبعدين هقول لك تجربتي مع حاجات مهمه زي البطاريه والشبكات والكاميرات، وفي الاخر هقول لك على 6 عيوب او 6 حاجات ممكن ما تعجبكش في اوبو رينو 8 برو. بس قبل ما نبدا عايزك تنزل تعمل لايك لانه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس. هنبدأ بالمزايا القوية، وأول حاجة هتشدك في الموبايل هي الشكل والتصميم. أوبو راحت لمنطقة تانية في تصميم سلسلة الرينو، والموبايل من أحلى الهواتف في السعر ده. واجهة أمامية مثالية من حيث استحواذ الشاشة وصغر حجم الحواف، ومفيش بقى بزل كبيرة تحت، انسى الكلام ده، تحت زي فوق. كل حواف الشاشة قد بعض، مع نوتش بحجم صغير في منتصف الشاشة. نيجي بقى لشياكة الظهر. الظهر هنا من الزجاج وناعم جدا، واللون الأسود اللي معانا عامل زي المراية. لكن الجديد بقى هو فريم الكاميرات، اللي هو مش فريم الحقيقة، هو جزء من الظهر لكن مرتفع شوية علشان يستوعب حجم الكاميرات، مع تصميم وتوزيع ممتاز للكاميرات الخلفية جوه الفريم. كل ده جميل طبعا، لكن الأجمل والأصعب إن رغم الظهر الزجاجي والفريم الألومنيوم، أوبو قدرت تخلي سمك الموبايل 7.3 مللي فقط. أنت متخيل؟ مش بس كده، ده كمان وزن الموبايل خفيف 183 جرام. الحقيقة أوبو أبدعت في تصميم الرينو 8 برو، لكن بما إنه موبايل فلاج شيب كان ناقصه حاجة مهمة هقول لك عليها لما نوصل للعيوب. ندخل على تاني ميزة قوية في الموبايل واللي أوبو مركزة عليها في الدعاية، وهي زمن الشحن. الرينو 8 برو جاي بقدرة شحن 80 واط بتقنية سوبر فوك، وهتلاقي الشاحن الجبار جاي مع الموبايل في العلبة، على عكس الاتجاه اللي ماشية فيه بعض الشركات انهم ما بقوش يدوك شاحن مع الموبايل. ال 80 واط بيشحنوا 50% من البطارية في حوالي 10 دقايق فقط، يعني 10 دقايق هتشحن لك نص البطارية. وعلشان تشحن البطارية من 0 لحد 100% هتحتاج حوالي نص ساعة فقط، وطبعا دي أرقام قوية جدا. نيجي بقى لتالت ميزة، واحدة من نقط القوة في الموبايل، وهي المعالج والأداء العام. الموبايل جاي بمعالج جديد من ميديا تك دايمنستي 8100 ماكس مع 12 جيجا رام للنسخة اللي معانا. باختصار كده ده معالج فلاج شيب، ولو عايز تقارنه بحاجة فممكن تقارنه بسناب دراجون 3800. الموبايل بيدي أكتر من 620 ألف نقطة على الإصدار الثامن من أنتوتو، وأكتر من 730 ألف نقطة على الإصدار التاسع. طبعا مش محتاج أقول لك قد إيه الموبايل سلس وسريع، معالج رائد مع واجهة أوبو المعروف عنها الخفة والسلاسة، يبقى أكيد الأداء هيكون خرافي. فتح وقفل التطبيقات والانتقال ما بينها بيتم بسرعة جدا. ال 12 جيجا رام بيسمحوا لك تسيب في الخلفية عدد كبير من التطبيقات المفتوحة، ولما بترجع للتطبيق بتلاقيه واقف عند نفس النقطة وما عملش ريستارت. الموبايل نازل بأندرويد 12 مع واجهة أوبو كالر او اس 12.1. لكن مش بس الأداء العام هو اللي جامد، تجربة الجيمز هنا قوية جدا. الرينو 8 برو عنده القدرة إنه يشغل لعبة ببجي على 90 فريم. طبعا دي حاجة هتعجب ناس كتير من محبين اللعبة، ده غير إنه بيشغل كول اوف ديوتي على أعلى إعدادات فيري هاي جرافيك ماكس فريم ريت، وأداء اللعبتين سلس جدا مفهوش أي مشكلة. والسخونة اللي هتحسها في ظهر الموبايل بعد فترة من اللعب سخونة معقولة ومش هتأثر على أداء اللعبة. وأوبو بتقول إن نظام التبريد هنا قوي جدا. وصلنا لرابع ميزة قوية في الرينو 8 برو، وهي حاجة متعودين عليها من أوبو، وهي سرعة أداء البصمة. الموبايل جاي ببصمة مدمجة في الشاشة. أنا من الناس اللي مش بتحب بصمة الشاشة وبتفضل البصمة الجانبية علشان بتكون عملية أكتر، لكن موبايلات أوبو ومن أول الرينو 2 تحديدا غيرت وجهة نظري عن بصمات الشاشة، لأنهم بيقدموا أسرع بصمة شاشة على الإطلاق، وخلوها بصمة عملية وتقدر تعتمد عليها، وأحسن بكتير من بصمات الشاشة في موبايلات فلاج شيب تانية زي موبايلات سامسونج مثلا. البصمة هنا أدائها قوي جدا. أما خامس حاجة عجبتني في الرينو 8 برو هي الشاشة بتاعته. الشاشة ينفع تكون شاشة موبايل فلاج شيب، حجمها كبير 6.7 بوصة، ونوع الشاشة أموليد، دقتها فول اتش دي، وبتيجي بتردد 120 هرتز. الشاشة واخدة كمية اعتمادات قوية جدا زي اعتمادها من شبكة نتفليكس أو شبكة برايم فيديو التابعة لأمازون. تجربة المشاهدة عليها مبهرة جدا، تفاصيلها وتشبع ألوانها حكاية. الشاشة بتعرض أكتر من مليار لون، وبتدعم خاصية ال HDR10+، ده غير إنك ممكن تزود
بتزود حدة الصورة وتشبع الألوان أكتر في مشاهدة الفيديوهات عن طريق اختيارات جوه إعدادات الشاشة. ومن حيث الإضاءة فبتوصل لحد 950 نتس، وده رقم كويس جدا. 50% منها هتكون كافية بالنسبة لك في معظم الظروف. التردد ال 120 هرتز هنا واضح جدا في نعومة الانتقال ما بين المشاهد، سواء في تصفح الواجهة أو في التطبيقات. وطبعا هتلاقي في الشاشة خاصية الأولويز أون ديسبلاي، واللي بتعرفك معلومات عن الساعة والبطارية والإشعارات الجاية لك. تعالوا بقى نشوف سادس ميزة قوية عجبتني في الموبايل، وهي صوت السبيكر. طبعا مش محتاج اقولك ان السبيكر هنا ستيريو، الصوت بيطلع من السماعة السفلية وسماعة المكالمات في نفس الوقت. اي نعم الصوت بيبقى اعلى شوية في السماعة السفلية، ولكن الصوت هنا ممتاز من حيث الجودة والتفاصيل اللي فيه. الصوت فعلا مجسم، ده غير ان درجة الصوت عالية ومسموعة بوضوح. باختصار الصوت هنا صوت موبايل فلاج شيب. الميزة القوية رقم 7 هي صور الكاميرا الخلفية الأساسية. الموبايل جاي ب3 كاميرات خلفية. صور الكاميرا الأساسية من الحاجات اللي أوبو بتستعرضها في الدعاية للموبايل، وبتقول إن المعالج بيقدم تقنية قوية في إنه يديك صورة شارب ونقية جدا، وهي تقنية ماري سيليكون. أيا كانت المسميات، الحقيقة الصور في منتهى النقاء والحدة. دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل، وبتطلع صور تفاصيلها كتير وألوانها مشبعة جدا. أوبو معروفة بوجود خاصية الاي واللي لما بتفعلها بتشبع الألوان بزيادة شوية علشان تديك صور شكلها حلو. تعامل الكاميرا مع الإضاءات العالية في الخلفية ممتاز. خاصية ال HDR شغالة بشكل كويس جدا. لكن المبهر كمان هو تصوير الكاميرا في الإضاءات الضعيفة. الموبايل بيفعل الوضع الليلي بشكل تلقائي لو بتصور في إضاءة ضعيفة، وبيديك واحدة من أفضل النتائج اللي ممكن تاخدها. ده غير إن خاصية عزل الخلفيات بمساعدة الكاميرا الثالثة شغالة بدقة عالية جدا، وبتحدد الأطراف بشكل مظبوط قوي. وصلنا لآخر حاجة معانا في المزايا القوية، وهي الإمكانيات اللي بيديها لك الموبايل في تصوير الفيديو، واللي هنشوفها مع بعض دلوقتي، بس بعد ما نشوف تجربة التصوير. ده تصوير فيديو بموبايل اوبو رينو 8 برو. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفية لحد دقة 4K على 30 فريم في الثانية، وبالكاميرا الأمامية لحد دقة فول HD على 30 فريم في الثانية. الموبايل بيدعم التثبيت الإلكتروني، مفيش تثبيت بصري، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. كان لازم موبايل في السعر ده يكون فيه تثبيت بصري. الموبايل مش رخيص. من مزايا تصوير الفيديو بكاميرا السيلفي ان زاوية التصوير واسعة، يعني الزاوية واسعة أوسع من موبايلات كتير زي ما احنا شايفين. من ضمن المزايا في الفيديو كمان وجود خاصية البوكا في تصوير الفيديو. بوكا يعني الفوكس يبقى عليا زي ما احنا شايفين، والخلفيه بلورد او مزغلله كده شويه او اوت اوف فوكس. الموبايل بينفذ الموضوع ده بشكل كويس. هي مش زي طبعا الكاميرات البروفيشنال، ولكن بينفذها بشكل احسن من اللي قبل كده. الابلكيشن كمان فيه خاصيه التصوير بالكاميرا الخلفيه والكاميرا الاماميه في نفس الوقت، سواء انه بيقسم الشاشه ما بين الكاميرتين، او انه بيخلي الكاميرا الاماميه في جزء صغير على الشاشه وانت اللي بتتحكم في مكانه. كمان الموبايل فيه تمبلتس او نماذج جاهزه لتصوير مقاطع فيديو قصيره او فلوجز، واللي هنشوف امثله منها دلوقتي. آخر ميزة إنك تقدر تفعل الوضع الليلي في تصوير الفيديو لحد دقة 4K، وده بيفرق كتير في الأماكن اللي فيها إضاءة ضعيفة زي ما احنا شايفين. كده خلصنا المزايا القوية في الرينو 8 برو، وهندخل دلوقتي على تجربتي مع حاجات مهمة زي البطارية والشبكات وباقي صور الكاميرات. بس ما ينفعش تكون وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركت في القناة. هنبدأ باستهلاك البطارية. الموبايل جاي ببطارية حجمها 4500 ملي أمبير. طبعا حجم البطارية قليل على شاشة كبيرة وترددها 120 هرتز، لكن اللي أنقذ الموقف شوية إن المعالج جاي بدقة تصنيع 5 نانومتر، يعني موفر جدا للطاقة، وده خلى استهلاك البطارية كويس. لو استخدامك فوق المتوسط الموبايل هيديك حوالي 7 ساعات شاشة مفتوحة. بمعنى آخر الموبايل هيكمل معاك اليوم. ندخل بقى على تجربة المكالمات واللي أوبو بتتميز فيها. من حيث قوة الشبكة فالموبايل بيلقط شبكة بشكل كويس. طول فترة التجربة ما حصلش معايا مشكلة، ده غير انه طبعا بيقدم تقنية الفو LTE واللي بتحسن جودة الصوت وبتخليك تقدر تعمل مكالمة وتستخدم انترنت على الشريحة في نفس الوقت. الموبايل كمان فيه مايك للضوضاء بحيث الصوت يوصل للي بيكلمك بشكل اوضح لو كنت بتتكلم في مكان دوشة. لكن الحاجة المهمة بقى ان الموبايل فيه مستشعر تقارب حقيقي ومش بيعتمد على السوفت وير فقط، وده مخلي اداء الاستشعار ممتاز، والشاشة مش هتفتح طول ما الموبايل على ودنك. وابلكيشن الاتصال هنا بيدعم خاصية تسجيل المكالمات. ده بالنسبة لتجربة المكالمات. نيجي بقى لشبكة الواي فاي واللي أدائها كان ممتاز برضو. الموبايل شغال بنظام واي فاي 6 بيلقط من على مسافات بعيدة وأداؤه مستقر جدا. والموبايل بيدعم طبعا وجود مستشعر ال NFC واللي بدأ يكون ليه استخدامات كتير دلوقتي. ده غير انه بيشتغل مع شبكة ال 5G لو كانت موجودة في البلد اللي انت عايش فيها. وصلنا لآخر حاجة معانا في التجربة وهي صور الكاميرات. طبعا احنا شفنا صور الكاميرا الأساسية قد
قد ايه قويه. الكاميرا الثانيه في الكاميرات الخلفيه هي كاميرا عريضه وايد انجل بدقه 8 ميجا بكسل. طبعا دقه الكاميرا قليله على موبايل فلاج شيب، بالتالي التفاصيل في الصور مش كتير، ولكن معالجه الوانها كويسه وقريبه من الكاميرا الاساسيه. ده غير ان الوضع الليلي شغال كمان مع الكاميرا العريضه، وهيفرق معاك لو بتصور في اضاءه ضعيفه. اما اخر كاميرا معانا هي كاميرا السيلفي، واللي بتيجي بدقه 32 ميجا بكسل. عجبني فيها ان تفاصيلها كتير وصورها نقيه وشارب. كمان زاويه تصوير كاميرا السيلفي بتديك كادر واسع زي ما شفنا في تصوير الفيديو، ولكن لسه اوبو محتاجه تحسن شويه من معالجه اللون في كاميرا السيلفي، لان في اوضاع كتير اللون بيكون افتح من الحقيقه بفرق مش قليل. خاصيه ال HDR بتتعامل مع الاضاءات العاليه في الخلفيه تعامل ممتاز. ده غير ان خاصيه العزل بتحدد الاطراف بشكل كويس في معظم الظروف. ولكن من اقوى الحاجات في الكاميرا هي تصويرها في اضاءه ضعيفه، واللي هتديك واحده من افضل النتائج. ده غير ان الوضع الليلي شغال كمان مع كاميرا السيلفي وبيحسن الصوره اكتر. كده خلصنا تجربة الموبايل، ودلوقتي بقى هقول لك على 6 عيوب أو 6 حاجات ممكن ما تعجبكش في اوبو رينو 8 برو. أول 3 عيوب ليهم علاقة بإنه موبايل رائد أو فلاج شيب. طبعا بما إنه موبايل فلاج شيب كان لازم يجي بمقاومة الماء والغبار بمستوى IP67 على الأقل، ولكن ده ما حصلش. كذلك برضه في العيب التاني زي ما شفنا في تجربة تصوير الفيديو، الموبايل لا يحتوي على مثبت بصري وبيعتمد فقط على التثبيت الإلكتروني. مفيش موبايل فلاج شيب مفهوش تثبيت بصري. وتالت حاجة ان الموبايل لا يدعم خاصية الشحن اللاسلكي، ودي من اقوى مزايا الموبايلات في السعر ده. العيوب اللي بعد كده ملهاش علاقة بانه موبايل رائد وهتفرق مع بعض الناس، زي مثلا انه لا يحتوي على مخرج سماعة 3.5 مللي، وبيدعم تشغيل سماعات الهاند فري عن طريق مخرج التايب سي. والعيب الخامس ان الموبايل لا يدعم تركيب كارت ميموري، مفيش اصلا مكان لكارت الميموري، بالتالي هتعتمد على المساحة الداخلية فقط. والعيب السادس هو عدم وجود راديو FM للناس اللي يهمها وجود راديو في الموبايل. دي كانت تجربتي لوحش اوبو الجديد رينو 8 برو. ولو حابب تشوف كل جديد في عالم الموبايلات تابعني على فيسبوك وانستجرام، وهتلاقي الروابط كلها تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.